النسخة العاشرة والتي تستضيفها سلطنة عمان من ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة. نلتقي وإياكم هنا في لقاء الدور. وعلي العميدي، هكذا هي تشكيلة المدرب الوطني العراقي أحمد كاظم الربيعي، من يبدأ بهذه القائمة بهذه الأسماء الصافرة وبداية المنتخب السعودي. وهل راح يتكرر المشهد النهائي السعودي اليمني قبل سنتين؟ نعم، كانت النسخة الثامنة التي كانت هناك في المملكة العربية السعودية. لاحظ الكرة في مكان، لكن الكرة بعد ذلك عادت إلى ركلة ركنية. مرت الكرة في اللقطة الماضية إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. لاحظ الكرة من رمية تماس، لعبها ما في اختبار حقيقي جانب من الحضور والتواجد هنا في أرضية الملعب في استاد السعادة الرياضي، وأكيد الجهود الكبيرة كما تحدثنا من الاتحاد العماني لكرة القدم التي احتضنت هذه البطولة. لاحظ الكرة والمحاولة في اللقطة الماضية من اللاعب زين العابدين. الخطأ كان من المدافع في لحظة استخلاص الكرة أو إبعاد الكرة، لكن الخطأ ممنوع أمام قدرات اللاعب زين هنا في أرضية الملعب. لاحظ الكرة والمحاولة من جانب اللاعب زين العابدين، فرصة كانت خطيرة، لكن الخطأ من المدافع أبو بكر سعيد. يدوب يعني نطريك يا أبو بكر، هدف واحد راح يشعل هذه المواجهة بين المنتخبين. نعم، هدف واحد اللي راح يبادر. اعتقد المباراة راح تكون مثيرة. الله على النقلة بصورة رائعة مميزة، تصويبة، يا سلام، يا الله على الكرة، يا الله على الهدف عن طريق اللاعب طاري سعيد. يسجل هدف التقدم لمصلحة الأخضر السعودي، لكن الله على النقلة، الله على الكرة، وبالتالي الآن الأخضر السعودي يتقدم بالهدف الأول، يتقدم عن طريق اللاعب طاري سعيد، يأتي الآن ويسجل أول أهداف لمصلحة المنتخب السعودي. هدف مقابل لا شيء. يدوب نتحدث عن الأهداف، يدوب نتحدث عن المتعة، يدوب نتحدث عن الهدف. الآن يأتي الهدف عن طريق اللاعب طاري سعيد، لكن عينك على النقلة العرضية المثالية المتقنة. نعم، في اللقطة الماضية من جانب اللاعب عبد الرحمن، وبعد ذلك طاري سعيد، نعم، من يسجل الهدف الجميل. لاحظ الاستلام وبعد ذلك التسديدة القوية في شباك حارس المرمى عامر. هل تستغل هذه الكرة الثابتة؟ نشاهد ونتابع. عبد الرحمن سفيان اللاعب المميز، نعم، ليمتاز بالكرات الثابتة العرضية المثالية لدون الهدف. نعم، بصناعة عبد الرحمن وتدوين عن طريق اللاعب طاري سعيد. الآن راح نشاهد ونتابع الحائط البشري، وعلى التنفيذ اللاعب عبد الرحمن سبياني امام الكره، يلعبها العرضيه، المحاوله في مكان، لكن الكره والتسديده. نعم، التسديده والهدف الثاني، الهدف الثاني الان لمصلحه المنتخب السعودي. نعم، الاخضر يتقدم بالهدف الثاني في اللقطه الماضيه عن طريق اللاعب المتقدم ابو بكر سعيد. نعم، المدافع من تقدم ويسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة المنتخب السعودي. نعم، أبو بكر المدافع على غير العادة الآن هو من تقدم وسجل الهدف. يا سلام، يا سلام، الأخضر حتى الآن بالتقدم هنا في أرضية الملعب. لاحظ الكرة الأولى الإبعاد لم تكن بالصورة المثالية، وبعد ذلك الكرة تهيأت أمام اللاعب عبد الرحمن أو اللاعب أبو بكر سعيد، من يسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة الأخضر السعودي الصغير. الأخضر يتقدم بثنائية نظيفة حتى الآن هنا في أرضية الملعب. هنا الكرة اللي صدت، بعد ذلك الكرة ارتدت، عادت، والمتابعة كانت موجودة من جانب اللاعب أبو بكر سعيد. يسجل الآن، والفرحة بهذه الطريقة مع المدافع أبو بكر. يعلن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي امام المنتخب العراقي بهدفين دون رد هنا في اللقاء النصف النهائي ضمن بطولة اتحاد غرب اسيا للناشئين.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذا عدنا مجددا أعزائي المشاهدين هنا في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، بعد أن شاهدنا نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الأخضر السعودي بهدفين مقابل لا شيء. الآن راح نشاهد ونتابع أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. لاحظ الكرة ملعوبة، العرضية، المحاولة، لكن الكرة عدت الكرة، كانت خطيرة. راح يبحث عن العودة. لاحظ الكرة هذه الأولى كرة كانت خطيرة نعم لمصلحة المنتخب. حتى الآن من جانب الحضور لمصلحة المنتخب الأخضر السعودي. عادت الكرة الآن، هذه محاولة، هذه فرصة، عبد الرحمن الخطير، لكن الكرة عادت إلى حارس المرمى عمار الهيلجي. لكن هذا الفتى، هذا الشاب الصغير، هذا الموهوب المميز، نقول ما شاء الله، إمكانيات رائعة للاعب، ويمشي على خطى الأسماء التي مرت، نعم الأسماء المميزة على مستوى خط الدفاع للمنتخب السعودي. نعم من الأسماء المميزة، نتذكر حسين عبد الغني، نتذكر أيضا خالد مسعد وحسين صادق وخميس الزهراني. لكن هنا التصويبة، يا سلام على الكرة والهدف. نعم هدف تقليص الفارق في هذا التوقيت يأتي الآن لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق الخطير، عن طريق المميز، عن طريق الهداف، نعم زين العابدين، من يأتي في هذا التوقيت ويسجل هدف تقليص الفارق الآن لمصلحة المنتخب العراقي. هنا الهدف، نعم هنا قيمة هذا اللاعب الكبير، اللاعب المميز الشاب الرائع، نعم مع المنتخب العراقي زين العابدين بتصويبة كانت رائعة بتسجيل الهدف. الآن الهدف تقليص الفارق، هدفين مقابل هدف واحد. اخذ مباراة واستمتع. راح نشاهد الكرة الماضية بتصويبة كانت حاضرة. التغيير ياتي الآن من جانب المدرب الأمير حيدر محمد اللي يشارك في هذا التوقيت. كرة الآن عادت فيها نقلة، فيها محاولة، هذه كرة في مكان، هذه محاولة مع زين العابدين، تصويبة، لكن التسديدة، الكرة اصطدت في اللقطة الماضية. لكن هنا الكرة من الخطأ، نعم بوضعها بصورة رائعة بتسديدة قوية، سجل هدف التقليص الفارق لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق اللاعب زين العابدين. يا سلام لأسود الأطلس أو الأسود الرافدين، أسود الأطلس هناك مع المنتخب المغربي. لكن كرة والمحاولة، الكرة مرت عدت إلى خارج أرضية الملعب. كرة مستمرة الآن، هي محاولة التقدم، زين العابدين في الطرف الأيمن، العرضية، المحاولة من الرأسية، النقلة في الطرف الأيسر. شكرجي يحاول الآن في الجهة اليسرى، يبحث عن مساندة، يبحث عن كرة عرضية، من رأسية، المحاولة، لكن كرة بعد ذلك مقطوعة. عادت الكرة الآن، الله على المحاولة، هذه فرصة لازالت مستمرة في مكان، هذه خطيرة، زين العابدين، لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب. الله على المحاولة، الله على التسديدة، لكن الكرة مرت بجوار قائمة إلى خارج أرضية الملعب. فرصة كانت خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي لأسود الرافدين في اللقطة الماضية من أجل العودة، من أجل تسجيل هدف التعادل. لكن في هذا اللقاء نشاهد ونتابع الآن خطأ أبو بكر سعيد على التنفيذ، مسافة بعيدة أبو بكر. راح نشاهد هنا التصويبة في مكان، لكن الكرة مرت بجوار القائمة إلى خارج أرضية الملعب. برافو للاعب أبو بكر، نعم إمكانيات مميزة لهذا اللاعب، اسم مميز قادم. لا كرة والصافرة الآن في اللقطة الماضية، اشتراك، نعم كان الاشتراك كان حاضر في اللقطة الماضية. من سلامة الأسماء أيضا طايح على أرضية الملعب في الكرة الماضية. اسقاط ربون لاحظوا هنا التسديدة القوية في المحاولة الأخيرة من غادر أرضية الملعب. شاركت حسين فاضل،
كرة في الطرف الأيمن، الكرة عادت كرار يلعبها العرضية من رأسية في الطرف الأيسر، نزلت قائمة لكن حكم اللقاء ما فيها شيء، وبالتالي الكرة مستمرة، مطالبة بركلة جزاء في اللقطة الماضية. عادت الكرة الآن لمصلحة المنتخب الأخضر السعودي في الطرف الأيمن، لكن كرة في اللقطة الماضية راح نشاهد الإعادة في الإفادة. نعم، لكن هل كان في تدخل مع اللاعب اللي طايح على أرضية الملعب؟ الصور علي. نعم، في اللقطة الماضية نشاهد ونتابع هذه اللقطة لاحظ هذه اللقطة، يعني ما في نشاهد اللقطة. هل كان في قدم أو هناك في تصادم أو هناك في دفعة اللي راح تحتضن المباراة النهائية في القمة الكبيرة المنتظرة للمنتخب اليمني حتى الآن مع المنتخب السعودي. كرة الآن مستمرة، المحاولة، هذه الفرصة قد ينهي الأمور مع هذه الكرة، المحاولة يا سلام، لكن الكرة عدت من عبد الرحمن، تلاعب أمام الجميع في اللقطة الماضية، مر من الأول، مر من الثاني، من الثالث، لكن الكرة عدت في الختام. نعم، في الكرة لا شاهدنا هدف جميل، لا شاهدنا هدف رائع في اللقطة الماضية للمنتخب الأخضر السعودي، لكن عدت. خطير يا ولد، خطير يا ولد. نعم، لاعب مميز عبد الرحمن، لاعب إمكانيات مميزة. اللاعب عبد الرحمن سفياني هو الأخطر. نعم،